بسم الله الرحمن الرحيم. فاز النهارده المنتخب المغربي على التنزاني 1-0 بصعوبة. يعني المنتخب المغربي عانى طوال 90 دقيقة عشان خاطر يسجل هدف الفوز في النهاية عن طريق إبراهيم دياز من مهارة خاصة من كورة شاطها في الزاوية الضيقة. لكن هو الماتش ده حصل فيه فضيحة تحكيمية في الدقيقة 90 أو 93 لما ما اتحسبتش ضربة جزاء لتنزانيا، لأن ضربة الجزاء كانت واضحة جدا وكان فيها دفعة، والدفعة كانت واضحة جدا وكل الناس اللي في الملعب شافوها، والجهاز بتاع تنزانيا اعترض عليها وانا نفسي اعترضت عليها. واي حد ما يعترضش على ضربة الجزاء دي يبقى معلش يعني محتاج ان هو يعيد نظر، لان ضربة الجزاء ضربة واضحة. ضربة الجزاء بتاعة تنزانيا في نهاية الشوط الثاني في الدقيقة 93 ضربة جزاء واضحة لا مراء فيها، دفعة في منطقة الجزاء، اللعيب المغربي دفع اللعيب التنزاني في ضربة في منطقة الجزاء، تبقى ايه؟ تبقى ضربة جزاء. ضربة الجزاء ما اتحسبتش ليه؟ عشان فريق تنزانيا فريق مش مصنف، ملوش ظهر، يعني ما حدش هيقف يدافع ولا حد هيعمل اي حاجه. هم بس شويه الناس اللي كانوا واقفين بره اللي هم الجهاز الفني بتوع تنزانيا اعترضوا شويه والموضوع خلص، ونشوفكم ان شاء الله المره الجايه. لكن كان فيها ايه لما كانت اتحسبت؟ يعني لو كانت اتحسبت ورحنا لوقت اضافي وكان المنتخب المغربي كسب، بس كسب بطريقه كويسه، يعني بطريقه احسن من كده، بدل ما يطلع الماتش شكله كده وتبقى يطلع بالفضيحه التحكيميه دي. يعني فضيحه تحكيميه ان الارض بتلعب مع اصحابها، احنا عارفين وكل حاجه، بس مش الدرجات، يعني مش لدرجه ان يبقى في ضربه جزاء واضحه وضوح الشمس بهذه الدرجه وبهذه الصوره، وحتى الحكم ما يضطرش ان هو يرجع للفار. طب الحكم ما رجعش ليه للفار؟ ما لعيبه تنزانيا اعترضوا، كانت ضربه جزاء ولا ما كانتش ضربه جزاء؟ الفار هو اللي يحدد، انما الحكم اصلا ما مشى اللعب وخلاص وقدر ما حصلش وكده. ف يعني انا ما اعرفش، يعني الاتحاد الافريقي وكل الاتحادات ومهما كان الناس اللي ماسكين الاتحادات من نفس البلد، حتى لو كان في فوزي لقجع او غير اللقجع او اي حد، ده مش المفروض ياثر على العداله التحكيميه. مش عشان البطوله بتتلعب في المغرب يبقى الحكم يحسب على مزاجه او ما يحسبش على مزاجه. ضربه جزاء تتحسب ضربه جزاء. المنتخب المغربي على عيننا وعلى راسنا، مضيف ومن احسن المنتخبات واحسن منتخب في البطوله، لكن ضربه الجزاء كانت لازم تتحسب. ده تعليقي الوحيد على هذه المباراه. اما في المجمل العام فكان المنتخب المغربي هو الافضل، طبعا كان الطرف الافضل وكان فرض اسلوب لعبه، وكان عنده فرص خطيره جدا، فرص لايوب الكعبي، فرص لابراهيم دياز، طول الماتش عنده فرص. عبد الصمد الزلزولي بيلعب بتشكيله مختلفه، ودي حاجه برضه انا مش عارفها بصراحه في الركراكي. يعني الركراكي ليه بينزل التيم بتوع خط النص اللي في القلب الديفندرات في نص الملعب، ليه بينزلهم كل ماتش باثنين لعيبه مختلفين؟ يعني شويه يلعب العناوي، شويه يجيب، يعني عمال يبدل في ليه؟ انا مش فاهم. يعني هما اتنين لعيبه هيلعبوا في القلب، هما دول المفروض يبقوا ثابتين طول البطوله، انما ليه دايما هو عمال يغيره، عمال يشيل ده ويحط ده، يشيل ده ويحط ده، يقول لك لا انا المره دي مش هلاعب عز الدين قناحي، هلاعب فلان، المره الجايه تلاقيه بيقول لك لا ده انا مش هلاعب فلان، هحط علان. التشكيله ثابته واضحه. المفروض يعني كمدرب عنده خبرات كبيره يكون فاهم ان الاثنين بتوع القلب دول اللي بيلعبوا في قلب الملعب، اللي بيلعبوا في نص الملعب في طريقه 4-2-3-1، لازم الاثنين دول يكونوا ثابتين ما بيتغيروش. مش كل شويه تقعد بقى ايه تشيل لي ده وتحط لي ده، تجيب لي مش عارف مين وتطلع لي مين. العمليه مش كيمياء، يعني مش محتاجه ده كله، يعني خصوصا انك انت عندك الثلاثه او الاربعه اللي قدام ثابتين. ايوب الكعبي سنتر فيرود، عندك على اليمين دياز، على الشمال عبد الصمد الزلزولي، والموضوع خلص. دي طريقه المغرب. هتلعب بدول وفي عندك ثلاثه في نص الملعب واربعه ورا. اشرف حكيمي النهارده كان اول مشاركه ليه، كانت مشاركه كويسه جدا، ادى باداء عظيم جدا وكان موفق. ونهنئ الشعب المغربي والمنتخب المغربي بالفوز بالمباراه، وسنهنئه بالفوز بالبطوله ان شاء الله عما قريب.